اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده اكلمكم عن تحديث اي او اس 18.3 بيتا 2. ده اصدار تجريبي تاني من اي او اس 18.3. النسخه الاولى نزلت في شهر 12، في مده كبيره جدا يا جماعه، زي ما احنا قلنا 3 اسابيع تقريبا، عشان احتفال الاعياد وعيد ميلاد وراس السنه والكلام ده كله. كل سنه وانتم طيبين. ونخش في الموضوع على طول. ايه الجديد في التحديث ده؟ مفيش جديد. طب ايه المشاكل اللي اتحلت؟ يعني شويه مشاكل، ويعني لو قلت لكم المشكله اللي اتحلت من التحديث ده، هي مشكله يعني مش كبيره. لو دخلنا على الآلة وكتبنا مثلا 10 في 10 ودوسنا يساوي، هيدينا 100. لو دوسنا يساوي تاني هيدينا ناتج ضرب 10 كمان. لو دوسنا يساوي هيفضل يدينا في الناتج. المشكله دي في اي او اس 18.3 بيتا 1 ما كانتش موجوده. يعني احنا زي ما انا كده مصور في سكرين في النسخه اللي قبليها، اما كنت بعمل ضرب للناتج ادوس يساوي ما يعملش ضرب للناتج تاني. زي ما انت شايف انا عمال ادوس يساوي مفيش استقبال. خلاص هو اداك الناتج ده ومش هيعمل تكرار او يعمل ضرب للناتج اللي انت كتبته بس. وبالنسبه للاصلاحات فهي حصلت شويه اصلاحات. تعالى كده نشوف ان هو حل لك مشكله في الجينيموجي اللي هو تطبيق البلاي جراوند، ان هو ما يقدرش يعمل لك ينشئ لك صوره او اي حاجه انت كاتبها بدون ان يكون في شخص. لازم يكون في شخص. هو حل لك المشكله دي، وبقى عادي تقدر تعمل تكريت ايموجي او جينيموجي في بلاي جراوند وتعمل اللي انت عايزه بدون ان انت تدخل شخص او تعمل سيلكت على شخص معين عشان يقدر يكريت لك الحاجه اللي انت عايزها. وعندنا في الرايتنج تول برضو ادوات الكتابه، زي ما احنا شايفين ان هم حدثوا او حسنوا ادوات الكتابه اللي هي بتاعت الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الخارجيه زي الفيسبوك الواتساب. تقدر تستخدم الادوات الكتابه او الرايتنج تول بشكل بدون اخطاء او بدون مشاكل يعني. وبس هي دي بس المشاكل اللي اتحلت في التحديث ده. تحديث صغير اصلا زي ما احنا شايفين قدامنا. التحديث مش كبير، 700 ميجا على ايفون 15 برو ماكس، فالتحديث مش ضخم قوي، بس هو مش بيجلب مميزات جديده. هو لاصلاحات او سد ثغرات او اصلاحات في اداء النظام. انما بالنسبه للمميزات الجديده مفيش اي جديد. ابل بتركز بس في التحديث بتاع اي او اس 18.3 شويه من مميزاته القليله، مع قدر كبير من ان هم يحسنوا من الاداء والمشاكل اللي بتقابل المستخدم في نظام الاي او اس. تمام. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ده فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.